جزيلا للأستاذ عزام الركابي. قدم لنا نقدا مغلفا بلغة شعرية بديعة جدا، وضع النص في إطاره الإبداعي، ربطوا بمقولات إبداعية مشابهة أو متماسة معه لكتاب آخرين. ونلاحظ هنا أن معظم الكتاب الذين استعار منهم أو اقتبس منهم كتاب غربيين. النص يعني كان هنا في مزاج ألاقونا يعني كده، النص ما زال قادرا على أن يعطي الكثير. ويقول الأستاذ عزام أعتقد أنه ركز على ما يريد أن يقوله النص أو سؤال النص الوجودي. متشوق أن أنا أستمع إلى الإطلالة التي يطل بها علينا الدكتور زكريا. شكرا أستاذ منير. وأود في البداية أن أشكر الأستاذ الركابي وأدخل مباشرة على اسمه، لأن اسمه يحيرني. أتراه عذاب الركابي أم عذاب الركابي؟ على كل حال سعدت أنه كتب هذا الكلام الجميل الرائع بإحساس الرومانسي المتوهج بليغ الثقافة. أما أنا فآتي إليكم الليلة وكأنما لا أريد أن أبوح بالكلمات، وإنما أريد أن أكلمكم بلغة الصمت. كل ما في الأمر أنني سأهمس لكم همسا بما يجيش في نفسي بعد أن قرأت هذه الرواية البديعة. آتي وأدع الخواطر تنداح كما هي، ولا أملك هذه الطاقة الرائعة التي كتب بها الأستاذ الركابي هذه الصفحات الثرية. وأقول بداية لا تتوقعوا مني أن ألخص لكم الرواية، فالرواية التقليدية تلخص، أما رواية دين عبد السلام فهي شيء آخر. لا أريد أن أطلق عليه تسمية نقدية ولا غير نقدية. هي رواية كتبتها إنسانة في زمن ما، والزمن أقوى في الرواية من المكان، وليس هذا عيبا. فالزمن هو الذي تمحورت فيه هذه الشخصيات، والتي توالت شخصية بعد أخرى، جيلا بعد آخر، وكأنما نحن أمام رواية أجيال، لرومان فلوف أو الرواية النهرية التي تتدفق ليس فقط مئات الصفحات بل آلاف الصفحات. أما دين عبد السلام فكتبت روايتها في 140 صفحة بدلا من 1400 صفحة. وهذا يذكرني بشيخي نجيب محفوظ في رواية الأجيال في ثلاثيته، وكيف استطاعت دينا أو اكتفت دينا تعمدا مع سبق الإصرار والترصد أن تتوقف عند هذا الحد. الإطالة لها مزاياها وعيوب، والإيجاز أيضا له مزاياه وعيوب. والشيخ، وعندما أقول الشيخ فأنا أقصد نجيب محفوظ تلقائيا، وحتى عندما يتوقف أمام يد السيد عبد الجواد أسي السيد وكيف يتعاصر مع هذه اليد الغليظة بتجعداتها بحجمها، وكيف دينا وهي تخطف المواقف خطفا لا نكاد نعرف ملامح الشخصيات التي رسمتها إلا قليلا. لا نكاد
نلج إلى التشكيل الخارجي لهم، لكنها تتلمس ما هو داخلي عندهم. هذا جانب يحتاج إلى قارئ متمهل لا يريد أن يقلب الصفحات سريعا لكي يعرف ما حدث. لا شيء حدث، وكل شيء حدث في هذه الرواية الصغيرة المبهرة برهافتها ودقتها. واختفاء المكان لا نكاد نعرف في أي مدينة وقعت، ولعل قارئا يقول قطعا في الإسكندرية. ولماذا؟ لأن المؤلف من الإسكندرية. وهل أنا لو كتبت رواية تدور في التمبكتو أو في الهاليبالي سأكون قد زرت هذه الأماكن؟ أيحتاج الأديب حقا أن يعايش أم أن الخيال أقوى من الحقيقة؟ أنا أشعر أن الخيال أقوى من الحقيقة، بل أكاد أتورط، لكني أناجي نفسي فأقول لا شيء حقيقي سوى الخيال. إنما أترك هذه المطلقات وأدخل على هذه العلاقة التي نشعر بها بين الرواية والرسم. وهذه الرواية تحتاج إلى كلام كثير، وقد أدرك الأستاذ الركابي أبعاده حقا، وأنا أيضا أضيف إليه من خلال ثقافته العريضة هذا الصوت الذي دوى قبيل إشراقة الرومانتيكية، والذي يقول إن الشعر رسم ناطق، أما الرسم فهو شعر صامت. وأنقل العبارة من الرسم إلى السرد بشكل عام كما فعلت دينا عبد السلام بعيدا عن الألقاب، وأقول إننا بالفعل نشعر من أول سطر إلى آخر سطر في الرواية برهافة الشعر، بديمومته، باعتدامه، بقدرته على أن يحلق بي بعيدا بعيدا، بحيث لا أبالي أين وقعت ولا لمن وقعت. أنا أعتصر ما قدمته الرواية، أتشربه في شراييني وفي دمائي، أحس به وهو يؤرجحني وهو يزلزلني، ولا أعرف بعد أن أفرغ من قراءتها أسأكون أكثر راحة أم أكثر عذابا. هي رواية غريبة حقا. وأترك أيضا هذا الجانب الذي طرقه الأستاذ الركابي بمهارة شديدة، ولا أريد أن أربط بين المؤلف وبين النص الذي كتبه. لا شيء حقيقي، لا شيء إلا الخيال، والخيال هو إله هذا الزمان، والخيال هو الذي يصنع هذه الأشياء، لأننا لا نراها إلا بأحاسيسنا وقبل أن تراها عيوننا. وأقول إن الربط المباشر الذي يلجؤون إليه كثيرا، الربط بين المؤلف وبين النص، هذا جانب لا ضرورة له، لا نفتش فيه. وإذا كان النقد الحديث قد وصل إلى مقولة موت المؤلف، فأنا لا أريد أن أصل إلى هذه الدرجة من الفصل بين النص والمؤلف. فقط المسافات تتلاشى والنصوص تتداخل مع قائلها وتنفصل عنه في الوقت نفسه. المؤلف يكتب وكأنما يتحرر من أشياء تجيش في نفسه، تنطلق في ثنايا النص، ثم يؤوب إلى نفسه فيعود إلى ذاته بعد أن يكون قد فرغ النص. في وقت الكتابة أنا لا أعرف أين المسافة بين الشيخ، بين نجيب محفوظ وبين السيد عبد الجواد أو كمال أو هذا تداخل، وما يمكن أن يسمى بلغة النقد الحديث
مع فارق التطبيق إنه هذا تناص بين الذات وبين الشخصيات التي يخلقها ويحركها ويصنع منها تماثيل أقرب إلى تلك التماثيل التي كان يصنعها الإنسان البدائي القديم لكي يعبدها، وأحيانا لكي يطل المساء فيأكلها لكي يعيد صنعها في اليوم التالي. دينا عبد السلام خلقت نصا عجيبا حقا، وتتداخل فيه الأطياف بين ماض وحاضر، بين نصوص قرأتها، وممكن في هذه الحالة أن نجد في النص شيئا من أصابع المؤلف التي أمسكت بالقلم. وآخذ هذه الإشارة اللطيفة من الأستاذ الركابي وهو يتحدث بالغراب، والغراب شيء عجيب عاصرناه في النصوص الشعرية البدوية الجاهلية وغير الجاهلية، لكن هناك أيضا أغربة متحضرة، أغربة صنعها هؤلاء الذين عايشوا النص الشعري بكل أبعاده ومتاهاته. آخذ على سبيل المثال غراب بو، إدغار ألان بو، الشاعر الأمريكي المجنون، والذي صنع هو الرأس الأكبر في مسار الشعر الحديث منذ أواخر القرن ال19، والذي يمتصه أيضا شارل بودلير صاحب فلور دو مال، وتتداخل عندهما تلك الرموز العصية، وبودلير يترجم نص بو فيتحول إلى نص عالمي. والغراب هنا عنده ليس مجرد غراب، إنه الإنسان بكل ما يجيش فيه من خير وشر، من نقد للذات ومن نقد للآخر. تلتقطه دينا عبد السلام أيضا برشاقة ورهافة شديدة، تبثه في النص ثم تتركه، تكتبه في إيجاز شديد دون أن تعتني بإيراد أي تفصيلات. التفصيلات نصنعها نحن، وكل قارئ للنص يصنع ما يشاء، يتخيل ما يشاء، يكتب هو النص كتابة جديدة يتدخل فيه كما فعلت هي بذلك الألق الذاتي الألق الرائع. آسف على كلمة الذاتي، فأنا أخاف من استعمال الذاتي. أقول فقط إنها حفظها الله قد كتبت لنا رواية نقرأها نتركها حينا ثم نعود إليها فنقرأها في المرة الثانية قراءة جديدة، ممكن أن تختلف اختلافا جوهريا عن القراءة الأولى. وأنا أشعر أن هناك جانبا كبيرا من الرموز حتى في الأشياء، حتى في تلك المباشرة الجنسية بين البطلة وبين الرسام، أظن أن اسمها مراد. هذه ليست بالضرورة حقيقة، هي هذا التخيل الذي يمكن أن تتخيله. ممكن قارئ آخر يقرأ النص قراءة مختلفة ويأتي ثالث ورابع وخامس. هكذا تصنع بنا النصوص الرائعة، كما تصنع لوحة الموناليزا التي ننظر إليها فنراها مع كل مرة من زاوية مختلفة. شكرا لكم وتحية للروائية المبدعة دينا عبد السلام، وعلى أمل أن ألتقي معها في رواية جديدة إن شاء الله.